ألف مبروك تأهل المنتخب المغربي والثأر ديالو من النهائي اللي خسروا مع جنوب افريقيا، والتأهل ديالو للنصف النهائي وكأس العالم. أول حاجة التأهل ديالو لكأس العالم، وألف مبروك الفوز ديالو على جنوب افريقيا والثأر منها، لأنه كانت فازت عليه في النهائي ديال كاس افريقيا في 2022 جو كوا في 2022. والف مبروك للمنتخب المغربي، وغادي نوليو للتفاصيل عليها. الف مبروك للمنتخب الوطني حتى هو اللي فاز على كوتيفوار وتأهل لكأس العالم والنصف نهائي كأس افريقيا، اللي اليوم كان ريمونتادا بعد طرد اللاعبه ديال كوتيفوار، وكانت ريمونتادا على المنتخب الكوتيفواري، والف مبروك عليهم. انتصار مكنهم بالتأهل لكأس العالم اولا والتأهل لنصف نهائي كأس افريقيا. ولكن انا جيت نهضر قبل ما غادي نبداو بالتفاصيل ديال المنتخب المغربي، وتنظر على الرئيس ديالنا سي عبد المجيد راهم لاعبين كاس افريقيا في المغرب. اول حاجه هنأتهم صافا، ولكن كيفاش بكم تاهلتوا لكاس العالم ولا كاس افريقيا؟ راهم تاهلوا لكاس العالم وتاهلوا لنصف نهائي كاس افريقيا اللي مقامه في المغرب. كيفاش هما غادي يطلقوا عاد يتاهلوا لكاس افريقيا؟ انا ما فهمتكش. واش راهم يحكيوا لك انت؟ واش كاين شي واحد راه يحكي ولا والو؟ ولا هذاك اللي راك دايرو مكلف بهذاك التليفون هذاك ديال الاخر مكلف ديال الرئاسيات؟ ما رانيش عارف هذاك المكلف مسكين واش كاتبها ما كاتبها برجليه ولا ما نعرف. وراه تاهلت للنصف نهائي كاس افريقيا وتاهلت للنهايه ديال الاخر، نصف نهائي وتاهلت لكاس العالم. واسي المهم كل شيء هامل عندنا بصح، لكن راك عارف حنا بغاو يفرحوا شويه هذاك الشعب منا، شويه منا وخايف في واحد المسابقه اخرى راهم غلطوا وقال لك حنا الاولى في العالم. المهم ما علينا، ديما حنا الاولى في العالم، المهم وخا يغلطوا. ثاني حاجه نوليو للمقابله ديال المنتخب المغربي. اليوم فرضوا السيطره ديالهم على جنوب افريقيا، وخا جنوب افريقيا خلقت في هذيك النص ساعه الثانيه ديال الشوط الثاني ولات بغات ترجع، ولكن المنتخب المغربي فارض الشخصيه ديالو. انا هذا المدرب هذا ما عجبنيش في الربع ساعه التاليه من ولا كامل اللور، وكان قادر يزيد يشجع عليهم. مما الحمد لله يعني يلعب بدون مهاجم وهمي، لعب بطريقه جديده، دخل تاكناوت من الديبار. ما شاء الله عليهم، كان جمهور كبير امام الجماهير ديالك. بعد اول حاجه هي تاهل كاس العالم، هذه بعد تريزان بورتو. وثاني حاجه تقصي جنوب افريقيا اللي دات لكاس افريقيا من كاس العالم، تاهل كاس العالم حاجه كبيره وتبقى لهم يعني راس قالهم في الجبهه. ثالث حاجه يعني ترد الاعتبار ديالك، هذه زينه. دوك باقي لك مقابله اللي غدوه غادي يجري ما بين نيجيريا والكاميرون. الا جات نيجيريا عاود تثار منها من النهائي اللي فات باش ان شاء الله باذن الله. ولكن عندي حاجه واحده غادي نقولها اليوم، ورساله لفوزي القجع. فوزي القجع ما بغيش يتعلم كاع من الدرس. هاد الحكمه اللي كانت الكينيه كانت فيسيو، عرفتي هي فيسيو؟ وروح تفرج في المقابله وعاود المقابله. الحكم يكون فيسيو صعيب، راها كانت فيسيو وقع شي حوايج كانت ديالهم راه ما كاينش كاع الاخطاء فيهم، وتصفرهم غير جنوب افريقيا سيرتو هذيك نص ساعه الاولى ديال البريمير ميطو. وجادت بغا كانت داور كيفاش دير. ولكن هنا راه خاصك تكون انتيليجون، لانهم النيجيريين متحكمين في هذا الشيء ديال التحكيم. ما كانوش باغيينك انت تلعب معاهم في الدومي فينال. دونك من تلعب معاهم في الدومي فينال راه خاصك تزير راسك معاهم في الدومي فينال. طانسيو يديروا لنا كيما داروا لنا المره اللي فاتت في النهائي، سيرتو لعبت مع نيجيريا. طانسيو خاصك التحكيم يكون اونيت، وتشوف الناس هذو اللي كاين. هذيك الحكمه اللي كانت المره اللي فاتت راه عاد داور في المغرب، هذيك كتكره المغرب. الواحد الانسان خاصو يعرف واش راه يدير من الاخر. هذه رساله لفوزي القجع ونتمنى توصله، ونتمنى يشوف هذا الفيديو رساله ديريكت. ثالث حاجه غادي نهضر على واحد الموضوع ديال الصحافي الدراجي والاعلامي الوضاحي. هادو جوج كتبوا واحد جوج لي زارتيكل، وانا غادي نقول لكم راكم غير تدوروا وتخلطوا كاع. من نعطيكم الرسمي درك غادي نعطيكم الرسمي. لي زارتيكل اللي يقول زعما واش جات المحور ديال انفانتينو وفوزي القجع وموتسيبي، واش هذا المحور جا زعما باش يطير، جا وقتو باش يطير. انا نعطيها لك اليوم الصحافه الدراجي، راك غلط بزاف. لا انت لا الوضاحي، لانه انت نفس الارتيكل كتبتوه انت والوضاحي، لانهم نتوما خدامين كيما نقولوا. انا مازال ما شفت واحد عدو للعرب كيما نتوما، تبغيو كل ما هو اجنبي الا العربي. شوف نقول لكم فاش ما تبغيو فلسطين، ما تبغيو السعوديه، ما تبغيو الامارات، ما تبغيو ما تهضروش على قطر والفضائح ديالها. هذاك الرئيس الاتحاد ديالهم اللي دار فضيحه، اللي عنده فضيحه واطفال والوينه واللي قابضينه في امريكا. ما نقدروش على واحد الحاجه اخرى دارها قطري هنا في اسبانيا، جريمه ودها قداش والناس كاع عارفاها. علاش ما تقدروش تهضروا على هاد الحوايج؟ علاش ما تهضروش على هاد الخنزيره وهاد الجزيره كامله بها بي ان سبور ديالها؟ ما تهضرش على هاد الفضائح اللي صرات لها هذاك الاتحاد القطري، اللي صرا لهذاك العضو ديال الاتحاد القطري. لا تما تضربوا الطم تسكتوا كامل بيكم. اش نقول لكم انا مرخص؟ واش نقول نتوما اعلام وظيفي يعني يوظفوكم كي يبغاو، يسيروا فيكم كي يبغاو، نتوما غير مسيرين. وانا غادي نعطيك درك الرسمي. لا حفيظ الدراجي غادي يمشي من الفيفا والجميع، ولا انفانتينو غادي يمشي من الفيفا، ولا موتيبي غادي يمشي من الكاف. راهم لك هنا، مازال قاعدين لك هنا، ومازال غادي يضربوا المغرب راه هنا في القمه. من ولاو الدول الكبار يخافوا منه، استعرف بها ان المغرب قوي.
مين ولا فوزي القجع يخوفهم لهاد الدرجه؟ المغرب قوي. ياك الاتحاد الافريقي وقف مع انفانتينو، ومازال غادي يخرج اتحاد كونكاكاف، وغادي يخرج هذاك الاتحاد ديال امريكا، ماشي كونكاكاف، ديال امريكا اللي فيه ارجنتين، غادي يخرجوا ببلاغ ويوقفوا مع انفانتينو. يبقى غير الاتحاد الاوروبي بوحدو. وعقل عليها السحاب الدراجي انت وسير الوضع، يبقى غير الاتحاد الاوروبي شحال فيه 55. تقارنها انت مع خروج كاع الاتحاد الاسيوي، تا هو غادي يخرج ببلاغ يقول لك انا مع انفانتينو، لانه السعوديه تما، والسعوديه واش عطاها كاس العالم، قطر واش عطاها كاس العالم، ما غاديش تسمح فيهم. يقول لي قطر الخليفي راه ما غاديش يترشح عليه، غادي يقولوها له ديريكت، هما يقولوا له كاع ما تطلعش. هذه غير باش نعطيك هذه المعلومات. وهذا شخصيات لانهم هذو ماشي فاسدين، نتوما تبغوا الفاسدين، انا شوف الاتحاديه عندك الفاسده الغارقه فساد اللي جايبه لي مدرب بطال، جبتو انت هو اللي صيفط هذاك المدرب البطال، هذا السبنيولي هذا. شحال ديت معاه ديال الفلوس؟ هذا السحابي الدراجي شحال ديت معاه؟ ما قدوكش ديور ال4 اللي ضربهم في قطر، وما قدوكش الاملاك بصح ماش طول تما. انا يبان لي هذيك البلاصه هذيك ديال الخليج مو حاجه تطول فيها حتى واحد، اللي مثالك انت ما تبان لي غادي تربد باكاجك وتجي هارب، الايام باينه. نعطيكم انا كاع واش تتوقع نتوما تكذبوا، نتوما خدامين في البروباغندا، المياه العاكره جري منا لا فينال غادي تلعب في الدار البيضاء، كلشي راه مقاد، الملاعب راهم يقادوهم، المغرب راه ما شاء الله هنا. راكم تلعبوا على الشباب، سيتو على عقول الشباب، لانه الشباب كاينه واحد الحاجه، الشباب خاصو يشوف الواقع، وخاصو يشوف الراي اللي يبكيه والراي اللي يفضل في حرحه، ما يتبعش غير الرايات ديال هذاك اللي يقول له ها الدعوه راه ما كاين والو، جري راه من هذاك، راه ما كاين، هذاك ماشي راي. تبع حتى الراي اللي يبكيك، وتبع حتى الراي اللي يقول لك اودي راه الله يهديك شو راك دير فين، لانه الشباب ولا تلعبوا نتوما على العقول. انا كون انت كيفك حافظ الدرجه حتى البارح بلاغ على المدرب هذا الجديد، راه شوف لي كومونتير شابين كاملين، ما ترضاش على روحك ياك ديالنا كاع سابينك في لي كومونتير، واش ما تفرجش لي كومونتير ما تقراهمش؟ قرا لي كومونتير واش قالوا لك. ولكن نتوما تركبوا غير على الموجه، نتوما تعجبكم الوجه وتعجبكم النار. بحال دروك هذاك اللي الكاتب هذا اللي راه يكتب الرسائل هذا اللي راه الرئيس ما يعرفش يكتب له بانه تاهل نصف نهائي كاس افريقيا ومتاهل كاس العالم، موتيماتيك ما يعرفش يجيب له هاد الحوايج. علاش ديما يدخلها في حيط؟ دخلها في حيط المره اللي فاتت، دخلها في حيط، قال له كاين بطلات الدورة الاولى في العالم، ثاني ما كان والو. اش تدخلوا والله العلي العظيم الا ما نكذبش عليكم. شي مرات شي حوايج نشوفهم هكا في السوشيال ميديا معايا دروك، يعني وليت داخله ليها السوشيال ميديا هنا، وليت كلشي يعني تقريبا عندي بزاف، نشوف بزاف حوايج والله العلي العظيم. الا نشوف شي اخطاء املائيه، بنادم غادي في حيط داخله في حيط، الرياضه داخله في حيط، جبر يوتيوبر يتحكم في التحكيم في الجزائر، يوتيوبر يوتيوبر ويجي يعطيك الموعظه هنا ويقول لك منا ومنا، هو يتحكم في التحكيم في الجزائر، يوتيوبر اقسم لكم بالله الا يوتيوبر يسير التحكيم في الجزائر كيبغى. وهاد الدوله هذه ما يوتيوبر يحكم لها التحكيم وما قادراش تهضر. عطيوني انا كيفاش بغيتوني انا ما نهبلش، بغيتوني انا ما نمراش، واش نقطع حوايجي، واش حافظ الدرجه ما عارفش؟ هاد اليوتيوبر عارفه. يلا يوتيوبر 45 مليون ولا 40 مليون ديال النسمه، يوتيوبر يسير التحكيم بطوله قداش يسيرها يوتيوب. ويلا وريوني. وهذاك اليوتيوبر عايش هنا في فرنسا، كالي شارب ما ضرب الفلوس داخله ديور، عنده ما شحال من دار في وهران، لا المهم راكو تما. وريني شكون اللي يهضر على هذاكشي، يهضر عليه حتى واحد. عيب لو وصلنا لواحد الموصل، الا ولينا نحشموا. انا وليت نحشم، انا ما قادرش نهضر والله الا وليت نحشم. وعلاش كرهت من الرياضه في الجزائر، ولا كثرت الفساد، غارقه فساد. كنا نهضر لو كان شد راني ندير عليها كتاب، نبقى نهضر كتاب جريده. المهم الف مبروك المنتخب المغربي في ارض جنوب افريقيا، والف مبروك المنتخب الوطني السيدات، هو اللي